10 فنانات اتجوزوا رجالة أكبر منهم. فرق السن أكتر من 30 سنة. نادية الجندي. حب مراهقات ده كان السبب ورا جوازة نادية الجندي من عماد حمدي، الجوازة اللي استمرت 13 سنة رغم فرق السن بينهم واللي وصل ل 37 سنة. قالت نادية عن جوازتها من عماد حمدي: مفيش حاجة اسمها غلطة، وعماد حمدي راجل عظيم وفنان قدير، كفاية انه ابو ابني واداني اهم هدية في حياتي وهو ابن هشام. رانيا يوسف. أثارت جوازة رانيا يوسف من المنتج محمد مختار جدل كبير جدا في الوسط الفني، ففرق السن بينهم ما كانش قليل، ده 35 سنة يعني عمر تاني. وعشان كده تم اتهام رانيا بأن جوازتها من محمد مختار كانت مصلحة، وده لأنها كانت في بدايات مشوارها الفني. بالرغم من كل ده الجوازة استمرت لمدة 12 سنة، وبسبب خيانة محمد مختار لرانيا مع الخدامة تم الانفصال. رانيا فريد شوقي. اتجوزت رانيا من مصطفى فهمي بدون تردد رغم فرق السن الكبير بينهم واللي بيوصل ل 31 سنة. قصة حبهم كانت أقوى من كل الظروف وتم الجواز، بس الحب لوحده عمره ما يعمر بيت. وفي سنة 2012 تم الانفصال بينهم بعد 5 سنين من يوم جوازتهم، وده حصل بسبب اختلاف طباعهم عن بعض زي ما هم صرحوا. لقاء سويدان. في سنة 2007 اتجوزت لقاء من الفنان حسين فهمي واللي كان أكبر منها بحوالي 35 سنة، بس جوازهم ما اتكتبش ليه انه يكمل، وتم الانفصال بعد 5 سنين بسبب خلافات وصلت نهايتها للمحاكم. دلال عبد العزيز. من وسط مسرح اتولدت أنجح جوازة في الوسط الفني، وقدرت دلال تتجوز سمير غانم رغم انه كان أكبر منها بحوالي 23 سنة، بس التفاهم اللي بينهم كان أقوى من كل الظروف، وقدر يحافظ على قصة حبهم اللي استمرت 37 سنة. بوسي شلبي. وقعت بوسي في شباك الساحر محمود عبد العزيز رغم فرق السن واللي وصل لحد 20 سنة، وكانت المفاجأة لما تم الانفصال بعد 1.5 شهر بس من يوم جوازهم. بس مراية الحب عامية وكان ليها رأي تاني، ورجعت بوسي لفتى أحلامها زي ما وصفت محمود عشان يعيشوا أجمل قصة حب مفيش حاجة قدرت تنهيها إلا الموت. إلهام شاهين. اتجوزت إلهام من المنتج تامر حسني رغم إن فرق السن بينهم 30 سنة، وقالت عن جوازتهم: اتجوزته طمعانة في رجولته وحمايته وعقله. بسمة بوسيل. بعد ما بسمة وتامر شافوا بعض لأول مرة في المغرب وتحديدا في مهرجان موازين، اتقلبت فعلا الموازين، ووقع تامر في حب بسمة وقرروا الجواز رغم فرق السن بينهم واللي وصل لحد 15 سنة. ومش كده وبس، ده بسمة اعتزلت الفن في سبيل انها تكون ام وزوجة مثالية، وفي سنة 2023 ما اتكتبش لقصتهم انها تكمل وتم الطلاق. هنا الزاهد. رغم فرق السنين واللي بيوصل ل 14 سنة بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، إلا إنهم ما اعترفوش بالسن ده قدام قصة حبهم اللي حصلت بالصدفة، وقرروا يتجوزوا بعد ما اتأكدوا من مشاعرهم تجاه بعض. ومش كده وبس، دي هنا صرحت وقالت إن التفاهم اللي بينهم مش مخليها تحس بفرق السن. نانسي عجرم. من خلال عيادة أسنان وفي سنة 2008 اتجوزت نانسي من جوزها الدكتور فادي الهاشم، وتجاهل فرق السن بينهم واللي بيوصل لحد 14 سنة. وصرحت نانسي وقالت إن فرق السن عمره ما كان عائق قدام علاقتهم المبنية على الحب والثقة.